عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محاضرة جديدة من كبسولة وعي، ومحاضرة النهاردة بعنوان خلي القلم صديقك الحقيقي وتعلم إزاي تكتب يوميات. كتير مننا ما بيعرفش يعبر عن مشاعره ولا عن اللي جواه أو اللي حاسس بيه أو عن رأيه أو أي حاجة بيمر بيها. ممكن شخص يمر بيوم صعب جدا ويبقى محتاج إن هو يتكلم مع حد أو إن حد يسمعه، لكن هو فاقد للقدرة على إن هو يتكلم أو يعبر عن اللي هو حاسه. مش مثلًا هو معاه ناس حابة تسمعه وبيثق فيهم، ولو قال لهم على اللي جواه مش هيخذلوه، لكن هو مش بيعرف يتكلم. شخص كتوم ما عندهوش القدرة على إن هو يطلّع أو يخرّج اللي جواه. فإزاي ممكن شخص يقدر يتعامل مع المشكلة دي أو يتعامل مع نَفْسه، ويقدر إن هو يعبّر عن اللي حاسّه ويتكلم عن مشاكله، عن شعوره، عن الحاجة اللي هو بيمُر بيها بكل بساطة وبكل سهولة. شخص في الدنيا مش بيعرف إن هو يعبّر عن اللي جواه، مش بيعرف يتكلّم، هيعرف يعمل ده لمّا يكتب. القلم هيساعده إن هو يخرّج اللي جواه. يعني في ناس كتير جدًا لو قعدت مع حد ما بتعرفش تعبّر عن مشاعرها، ما بتعرفش تتكلّم ولا تقول مشاكلها ولا تشتكي ولا كل ده، لكن لمّا بتبقى واقعة في مشكلة كبيرة أوي ومحتاجة إن هي فعلًا تتكلّم، رغم إن بيبقى في ناس قاعدين معاها تقول لهم لأ ممكن نتكلّم واتساب عشان أنا مش باعرف أتكلّم كده بشكل مباشر واحكي أي حاجة، فأنا هاتكلّم لمّا أكتب في الchat هاحس إن أنا هادية أكتر ومش خايفة من حاجة ولا متوتّرة. كذلك الناس اللي بيكتبوا يومياتهم أو الناس اللي بتعمل لنفسها مذكرات شخصية أو بيكتبوا مذكراتهم، مش شرط تكون كاتب عشان تعمل كده، ومش شرط تكون المذكرات بتاعتك بالفصحى، لأ أنت هتكتبها بأسلوب بسيط جدًا بالطريقة اللي أنت حاببها، بس مجرد إن أنت بتخرّج الطاقة السلبية اللي جواك في الكتابة. وده موضوع محاضرتنا النهارده، إنك تعرف بتمُر بإيه وتعبّر عن ده بالورقة والقلم. ممكن ما تكونش عارف أنت متضايق ليه أساسًا، ما تكونش عارف أنت حاسس بإيه، لكن لمّا تكتب المشاعر المتلخبطة جواك وتشخبط كده، في ناس بتطلّع الطاقة بتاعتها بالشخابيط العشوائية في الورقة، بيجيبوا ورقة وقلم أي رسومات عشوائية بيعملوها، المهم إن أنا باحرّك القلم وخلاص باكتب بيه. بيقدروا إن هم يرتّبوا أفكارهم بالطريقة دي. كذلك أنت لو مش عارف أنت بتمُر بإيه، مش أنت حاسس إن الدنيا كلّها متلخبطة وإن كل حاجة مضغوطة وأنا مش عارفة أتصرّف، مش عارفة أتعامل، مش عارف أنا إيه اللي بامُر بيه، مش عارف أنا متضايق ليه، مش عارف أنا حاسس بإيه، كل الحاجات دي طبيعي في ناس بتمُر بيها. اللي يرتّب لك الحاجات دي هو إنك تجيب ورقة وقلم وتكتب بشكل عشوائي أنت بتمُر بإيه، إيه اللي حصل في يومك النهارده، إيه آخر حاجة حصلت معاك قبل ما تحس الإحساس ده. إيه المواقف اللي ممكن تكون حصلت تتوقع إن هي ضايقتك وأثّرت عليك وأنت مش واخد بالك. كل الطرق دي بتساعدك عليها إيه، إنك تتوصّل لأصل المشكلة إيه، إيه اللي بيساعدك إنك ترتّب عن طريق الكتابة. مش شرط تكتب اللي جواك بشكل منظّم أو مرتّب، لكن أنت لمّا تكتبه هترتّبه من غير ما تعرف، من غير ما تاخد بالك. فإحنا في محاضرة النهارده إن شاء الله هنتكلم عن كتابة اليوميات، وإزاي تقدر تستخدمها مش بس ككتابة، لكن كأداة تفهم بيها نَفْسك وتقدر تعيش من خلالها بشكل أهدى وبنفسية أفضل من قبل ما تكون بتكتب. نبدأ مع بعض محاضرتنا النهارده. يعني إيه كتابة يوميات؟ كتابة اليوميات دي هي عبارة عن إنك تكتب اللي بيحصل معاك في يومك. في نهاية كل يوم أو في بداية اليوم بتكتب الحاجات اللي حصلت معاك. أنا ممكن آجي كل يوم الساعة 22:00 هاكتب اللي حصل معايا في اليوم ده من أول ما صحيت لحد الوقت اللي أنا باكتب فيه المذكرات بتاعتي. ما فيش أي تفصيلة في يومي أنا هافوّتها، إلا طبعًا لو نسيت حاجة عادي، مش يعني حاجة غصبٍ عني إن أنا نسيت تفصيلة حصلت في يومي. لكن أنا كل الحاجات اللي حصلت في يومي بقى فرّحتني، زعّلتني، خلّتني متحمّس، مخنوق، اتخانقت مع حد، مشكلة حصلت لي في الشغل، أي حاجة مرّيت بيها هاكتبها في اليوم. وممكن آجي في بداية كل يوم أكتب مذكرة في الصفحة الأولى في المذكرات بتاعتي، الحاجات اللي أنا عايز أعملها في خلال اليوم بتاعي أو أنا متوقع إني هاعملها النهارده، فابدأ إن أنا أكتبها علشان برضه وأنا باكتب مذكراتي في نهاية اليوم باشوف أنا عملت إيه وما عملتش إيه، أقدر أرجع للحاجات اللي أنا كنت كاتبها وأشوف هل فعلًا أنجزت الحاجات اللي أنا كنت متوقع إن أنا هاعملها، أو أنجزت الحاجات اللي كان من المفروض عليَّ إن أنا أعملها في يومي النهارده. فده هيسهل عليَّ إن أنا أبقى حياتي منظمة أكتر، باقدر إن أنا أتعامل مع أي مشكلة في حياتي عن طريق إن أنا لمّا باكتب وباخرّج الطاقة اللي جوايا، بادّي لنفسي مساحة إن أنا ذهني يبقى صافي أكتر، لإني خلاص اتكلمت وخرّجت الطاقة السلبية اللي أنا كانت جوايا. أي نعم أنا ما اتكلمتش مع شخص، لكن اتكلمت مع نفسي بالورقة والقلم. كذلك لمّا أكتب في بداية اليوم ده هيساعدني إن يومي يكون منظم، أبقى عارف أنا هاعمل إيه في يومي أو إيه الحاجات المهمة، وأقدر أتعامل معاها بالأولوية
أشوف إيه اللي ليه الأولوية وأعمله الأول أو أبدأ بيه. أنا مثلًا جيت في نهاية اليوم وكان نفسيتي مش مُهيّأة إن أنا أكتب أي حاجة وما عنديش القدرة إن أنا أكتب مذكراتي النهارده وخلاص أنا مقفول من كل حاجة ومش عايزة أكتب، لازم أجبر نفسي إني أكتب حتى لو سطر واحد. أنا مش لازم أكتب بقى ملخص عن اليوم كله، ممكن أكتفي بإن أنا أكتب شعوري في يوم النهارده، اللي هو النهارده اليوم الخميس مثلًا 26/9 واكتب ملخص كده جملة صغيرة بسيطة بتعبّر عن شعوري في اليوم ده، على الأقل إن هو أنا هابقى ادّيت لنفسي المساحة إن هي تعبّر بنسبة 1% عن اللي هي حاساه. لكن أنا طبعًا لمّا أكتب تفاصيل اليوم بتاعتي وأحكي بقى لنفسي أنا عملت إيه النهارده وإيه الحاجات اللي أنا فخور بيها أو كده، فأنا هاطلّع أكبر طاقة من جوايا سواء كانت سلبية أو إيجابية في الورقة والقلم. لو كانت إيجابية هالاقي إن أنا لمّا بافتكر الحاجات اللي فرحتني في اليوم، هالاقي إني باخد طاقة أكتر إيجابية بتساعدني إن أنا عايز بكرة ييجي بسرعة عشان أعمل إنجازات أكتر. طب لو الطاقة دي سلبية، فاحس إن أنا ارتحت شوية لإني يعني فرّغت ذهني من الأفكار اللي هي ضاغطاني أو حاسس إن هي خانقاني أو هي سبب المشكلة بتاعتي. الهدف من إن إحنا نكتب مذكرات شخصية أو يومياتنا مش إن إحنا نطلع بعمل أدبي، رغم إن في ناس بتحوّل مذكراتها الشخصية دي لأعمال أدبية، سواء بقى بيحوّلوها بعد كده يعدّلوا عليها ويخلّوها رواية أو ينشروها كمذكرات شخصية ليهم. في مذكرات شخصية لكُتّاب كبار جدًا وناس مهمة جدًا اتنشرت بعد موتهم، وفي اللي هم نشروها في وقت حياتهم هم نشروا مذكراتهم بنفسهم. لكن أنا مش باكتب مذكراتي عشان تكون عمل أدبي. ولا أنا باكتبها بالفُصحى ولا أنا فارق معايا كل ده، أنا باكتب مذكراتي عشان حياتي تكون منظمة وأكون نفسيًا مرتاحة. طيب إيه هي فايدة إن أنا أكتب مذكراتي الشخصية أو يومياتي؟ أول حاجة زي ما قُلنا إن هي بتفرّغ الطاقة السلبية اللي إحنا بنعيشها. لو أنا يومي كان ما فيهوش حاجة سلبية وكان إيجابي، هتدّيني شُحنة لطاقة إيجابية جديدة، علشان أنا طبيعي لمّا باعمل إنجاز وباتكلّم عنّه وبابقى مبسوط وسعيد بيه، ده بيحفّزني علشان أعمل إنجاز جديد، عشان أكمّل وأعمل حاجة مختلفة أو حاجة أكبر وأنجح أكتر. فأنا لمّا أكتب الإنجاز بتاعي أو الحاجة اللي فرّحتني كإني اتكلمت عنها قدّام ناس كتير جدًا، هيدّيني طاقة إيجابية إن أنا عملت إنجاز ودي حاجة سعيدة جدًا أنا مبسوط بيها، بس أنا محتاج إن أنا أعمل إنجازات أكتر، محتاج إن أنا أعيش الطاقة الإيجابية دي والسعادة دي أكتر من كده، محتاج أعيشها لأطول فترة، عشان أعيشها لأطول فترة محتاج أعمل إنجازات جديدة، فده هيدّيني طاقة إيجابية كده إن أنا أكمّل. ولو بقى اليوم سلبي فهافرّغ بقى الطاقة السلبية اللي جوايا. أنا مرّيت بظروف صعبة النهارده في الشغل ومشاكل كتير جدًا، واليوم ما كانش أحسن حاجة وكنت مضغوط، فأنا اتكلمت عن اللي جوايا، طلّعت الطاقة اللي جوايا. هابدأ إن أنا ممكن أحس تاني يوم إن أنا هادي رايح الشغل بروقان، رغم إن أنا لو كتمت المشاعر دي ما فرّغتهاش في الكتابة أو إن أنا اتكلمت مع حد، هاروح تاني يوم الشغل وأنا مش طايق الشغل، مش طايق الناس اللي فيه، ومش طايق أشتغل، ومش طايق أعمل أي حاجة. لكن لمّا فرّغت الطاقة دي، هاروح الشغل تاني يوم ممكن أكون متضايق من الناس أو من اللي عمل معايا المشكلة أو كل ده، بس أنا هابقى شخص هادي. خلاص يوم وعدّى وإحنا هنبدأ النهارده يوم جديد. ليه؟ لإن أنا نفسيًا قدرت إن أنا أتحكم في مشاعري وأتعامل معاها بالطريقة اللي تخلّيني أكون أهدى. كمان لمّا بنكتب يومياتنا، ده بيساعدنا إن إحنا نكتشف ونعرف نفسنا، نعرف عيوبنا ومميزاتنا. مش شرط بس إن أنا شايف نفسي ما باغلطش، شايف نفسي ما عنديش عيوب، أنا عارف إن كل إنسان فيه عيوب، لكن أنا عيوبي مش كبيرة، أنا شخص عادي تتقبّلني وتتقبّل عيوبي وأنت مُجبر إنك تعمل وتعمل زي ما بنشوف. لكن أنا لمّا أكتب كمان ما اتكلمش مع حد، يمكن لو اتكلمت مع حد وقال لي إن أنت اللي غلطان، هاحس إن هو لأ أنا مش غلطان، أنت إزاي تقول لي إن أنا اللي غلطان؟ لكن لمّا أنا أكتب وأنا اللي أقول لنفسي أنا غلطان، ده هيفرق معايا جدًا. هابقى باتعامل مع نفسي كإنها مراية ليّا، مع الكتابة قصدي أو اليوميات دي كإنها مرايتي اللي باشوف فيها أخطائي وباشوف فيها عيوبي عشان أصلّحها وأعدّل منها. طب أنا هاشوف عيوبي إزاي أو هاشوف الأخطاء دي إزاي؟ أنا لمّا باجي أكتب مذكراتي، باكتب اللي ليّا واللي عليّا، اللي حصل معايا في يومي. طب حصل معايا مشكلة في اليوم، باكتب أنا عملت إيه اللي اتخانقت معاه مثلًا أو اللي سبب لي المشكلة عمل إيه. فمن خلال الكتابة دي أنا لمّا أرجع أبُص لها كده بهدوء وتركيز، هاشوف إن أنا ممكن أكون أنا اللي غلطان، هابدأ إن أنا أحلِّل الموقف تاني. أنا لمّا بابقى خارج من مشكلة، طبيعي إني بابقى شايف نفسي أنا مش سبب المشكلة ومش أنا اللي غلطان، أي إنسان في الدنيا كده. أنا ما قصّرتش في حاجة، حتى لو كنت شايف نفسي مثلًا مغلّط نفسي شوية، لكن شايف برضه إن أنا رغم إن أنا غلطان، باحُط نسبة لوم على الشخص التاني أو على الطرف التاني. فلأ، أنا لمّا أكتب يومياتي ما حدش هيحاسبني.
معلش أنا اللي باحاسب نفسي دلوقتي، أنا باكتب يومياتي وباحاسب نفسي دلوقتي، وقتها أنا هابقى مراية نفسي، هاقول لنفسي فعلًا أنا غلطان والّا لأ. مش هابقى باجاملني، اللي هو أنا عارف قيمة نفسي، عارف أنا باتحمّل إيه أو مش هاتحمّل إيه، ومن خلال ده بابدأ أعرف فعلًا عيوبي ومشاكلي والحاجات اللي أنا المفروض ما أعملهاش، والحاجات كمان الإيجابية والحلوة فيّا، والحاجات اللي أنا المفروض أعملها كتير وأكررها أكتر من مرّة وهكذا. وبتبقى بالنسبة لي إيه، اليوميات دي هي المراية اللي باشوف فيها نفسي، باكتشف نفسي فيها أو من خلالها. كمان اليوميات أو المذكرات الشخصية دي بتساعدك إنك تكتشف إيه المواقف المعيّنة اللي بتتوتّر فيها، إيه المواقف اللي أنت نفسيتك مش بتكون كويسة فيها، يعني مثلًا وأنت بتحكي يومياتك هتحكي إنك رُحت مكان معيّن وكنت حاسس بتوتُّر جامد جدًا، هتبدأ تركّز لحظة أنا اتوتّرت ليه؟ إيه اللي كان مخلّيني أتوتّر؟ أنت بتراجع نفسك، إيه اللي خلّاني أتوتّر في الموقف ده؟ لمّا تحلّل الموضوع مع نفسك هتعرف إيه الحاجات اللي بتوتّرك، إيه الحاجات اللي بتخلّيك مش مرتاح نفسيًا، إيه الحاجات اللي بتخلّيك مبسوط، إيه الأماكن اللي بتخلّيك سعيد أو الناس اللي بتكون سعيد معاهم. أنت لمّا بتكتب يومياتك بتكتشف الحاجات دي وأنت بتكتب، اللي هو أنا قابلت شخص النهارده كنت سعيد جدًا لمّا قابلته وكنت حاسس إن أنا طاير من الفرحة ومش مصدق إن إحنا اتقابلنا وعملنا كذا وكذا وكذا. لحظة أنا سعيد، أنا قُلت إن أنا كنت سعيد مع الشخص ده، معنى كده إن الشخص ده مهم في حياتي، أنا بابقى مبسوط معاه، أنا اكتشفت حاجة بتفرّحني. اكتشفت إن أنا بابقى مبسوط وسعيد مع الشخص ده، أو رُحت مكان معيّن حتى رغم إن ممكن المكان ده أكون رُحته لأول مرّة في حياتي، بس كنت حاسس إن أنا سعيد فيه، يعني أنا باكتشف إيه، الحاجات اللي بتفرّحني، الحاجات اللي بتزعّلني، الحاجات اللي ممكن تخلّيني أو تكون سبب توتُّر ليّا في حياتي، والحاجات اللي ممكن تكون سبب ضغط نفسي ليّا في حياتي، أنا باكتشف كل الحاجات دي. لمّا اكتشفها ده هيساعدني إن أنا إيه، أعالجها، أشوف المشكلة فين وأبدأ إن أنا أحُط لها العلاج بتاعها، فبالتالي نفسيتي وحياتي هتبقى منظَّمة وهتبقى أفضل بكتير من إن أنا إيه، أكون سايبها كده إيه ومش عارف أرتّبها ومش عارف أنظّم أي حاجة. كمان كتابة المذكرات اليومية ممكن تفيد الكُتّاب لو أصلًا أنت كاتب ولسه بادئ المجال جديد، فهي هتساعدك إنك تقوي مهاراتك في الكتابة، عن طريق إنك أنت بتعبّر عن مشاعرك وقادر توصف حياتك، قادر تعبّر عن اللي جواك، فطبيعي إنك لمّا تيجي تكتب بقى أي عمل أدبي، هتبقى المهارة دي أنت متمكن منها، إنك بتعرف تعبّر عن المشاعر، بتعرف توصف الأحداث، بتعرف إنك تكتب مثلًا شخصية، لو هتعمل مثلًا رواية وهتقدر إنك توصف شخصية البطل بطريقة كويسة، ليه؟ لإنك أصلًا طبّقت ده بشكل عملي ويومي على نفسك، على حياتك. فهتبقى مش صعب عليك إنك تعملها إيه، في عمل أدبي. طيب لو أنا أصلًا مش كاتب، ممكن تكتشف إنك أصلًا عندك مهارة الكتابة، ده ممكن يساعدك إنك تكتشف نَفْسك، تكتشف مهارات جواك أنت أصلًا ما كنتش عارفها. أنا ما كنتش أعرف إن أنا هاعرف أكتب بالطريقة دي، ما كنتش أعرف إن أنا شخص بيقدر يعبّر في الكتابة بالشكل ده. أنا كده عندي الموهبة، أبدأ أشوف فعلًا هل أنا بامتلكها بشكل حقيقي وأطوّرها والّا أنا متهيأ لي بس أنا لأ، مش هاقدر أطوّرها، بابدأ أكتشف نَفْسي، باكتشف المهارات اللي عندي. كتابة اليوميات حاجة مهمة جدًا ومفيدة جدًا لأي حد عايز ينظّم حياته ويبقى نفسيًا حاسس إن هو بالسلام النفسي بمعنى أصح. طيب أنا إزاي أقدر فعلًا إن أنا أكتب يومياتي أو إزاي أبدأ في كتابة اليوميات بتاعتي؟ أول حاجة إنك لازم تختار وقت ثابت، لو حابب تكتب بداية يومك ونهايته، يعني أول ما تصحى هتكتب أنت هتعمل إيه زي ما قُلنا في البداية، وفي نهاية اليوم هتكتب ملخص اليوم بتاعك، فأنت هتختار ساعتين في اليوم. مثلًا أول ما أصحى أنا باصحى بدري، فمثلًا الساعة 6:00 هابدأ أكتب الحاجات اللي أنا هاعملها في يومي، 6:00 بالضبط أكون باكتب، ما أجيش 6:00 مثلًا و5 وأنا لسه ما بدأتش، لأ هالتزم بالميعاد اللي أنا هاحطه لنفسي، ليه؟ عشان ألاقي نفسي مستمرة فعلًا عليه. أول في نهاية اليوم بتاعي أنا هاكتب المذكرات بتاعتي أو يومياتي، فأنا كل يوم الساعة 22:00 هاكتب اليوميات بتاعتي. فأنا هنا حددت ساعة هابدأ بيها يومي، وساعة هانهي بيها يومي، اللي هو إيه، خلاص أنا كده يومي انتهى هابدأ أكتب مذكراتي. فأنا لازم أحط وقت ثابت أنا هاكتب فيه، أبقى عامل منبه أو حاجة تفكّرني بالوقت ده، وأنا كل يوم في نفس الميعاد بالضبط هاكتب المذكرات بتاعتي أو يومياتي في الوقت ده. طب لو أنا مثلًا نفترض إن في يوم ما كنتش قادر إن أنا ألتزم بالميعاد وأكتب، فأنا يا إما هاعمل منبه جديد مثلًا يفكّرني أول مثلًا ما أرجع البيت أو أول ما أخلّص اللي أنا باعمله في الوقت اللي هو المفروض أكتب فيه، هارجع أكتب على طول. لازمًا أعمل حاجة تذكّرني، ليه؟ لإن أنا لو ما عملتش حاجة تفكّرني مش هاعمل، ممكن أنسى، ممكن أبقى مشغول في حاجة وبعد ما أخلّص أبقى نسيت اليوميات بتاعتي ويومي ينتهي على كده.
فلأ، أنا لازم أكون ملتزم في كتابة يومياتي بشكل يومي عشان أحس إن أنا حياتي منظمة، ما يجيش في وقت ألاقي الدنيا اتلخبطت معايا وأنا مش فاهم إيه اللي باظ مني. أنا باكتب يومياتي وباكتشف نفسي، باطوّر مهاراتي وباعمل، 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 بس أنا في يوم ما كتبتش فيه يومياتي، وممكن اليوم ده يكون أصلًا حصل فيه حاجات هتبقى فاصلة حقيقية في حياتي، في مسار طريقي، لمّا آجي أفنّطها وأكتبها أقدر إن أنا أحددها. كمان أنا لمّا آجي يوم وما أكتبش فيه وأفوّته، مع الوقت هالاقي نفسي مش قادر أكتب، هاحس بخمول، اللي هو خلاص أنا بقيت أكسّل، يوم ما كنتش فاضي ما كتبتش، تاني يوم خلاص مش لازم نكتب النهارده، بُكرة هابقى أكتب النهارده وبُكرة، هابقى أكتب تفاصيل اليوم، النهارده أنا تعبان ومش هاقدر أكتب أي حاجة، يوم ورا يوم هالاقي نفسي بطّلت أكتب يومياتي أصلًا، فلازم أنا ألزم نفسي بشكل أساسي إن أنا كتابة يومياتي دي حاجة مهمة جدًا في يومي، يومي مش هينتهي من غيرها. أنا يومي هينتهي مش هينتهي أبدًا غير لمّا أكتب اليوميات بتاعتي، حتى لو أخرتها شوية عن الميعاد اللي أنا مختاره، لكن هارجع أكتبها، مش هاتأخر، مش هاسيب يوم ما أكتبش فيه. كمان إنك دايمًا تختار الوقت اللي أنتم هتكتبوا فيه يومياتكم تكون قبل ما تناموا. طب ليه قبل ما ننام؟ علشان ده أنسب وقت، هتبقوا مش هتعملوا أي حاجة تاني في يومكم، يعني ممكن مثلًا شخص يكون هيختار ميعاد الساعة 22:00 وهو أصلًا بينام الساعة 03:00. طب أنا ليه أبقى مختار وقت بدري كده وأنا في حاجات تانية هتحصل في الوقت اللي أنا هابقى قاعد فيه ده، في أحداث كتير هتحصل، ممكن تحصل حاجة، ممكن أمُر بموقف في الوقت ده عادي، حد يتخانق معايا، أنزل الشارع أشتري حاجة، يحصل لي موقف، الموقف ده أنا هابقى محتاجة إن أنا أكتبه، فأنا لمّا أكون مخلّي الميعاد قريب من ميعاد نومي، فبالتالي هيبقى إيه، حتى لو حصل حاجة مش هتبقى حاجة كبيرة محتاجة إن أنا أتكلم عنها مع نفسي أو إن أنا أحكيها لنفسي أو إن أنا أراجعها تاني مع نفسي، هابقى خلاص أنا كل تفاصيل اليوم اللي أنا عِشتها كتبتها. ما فيش غير حاجات بسيطة كده أصلًا ما لهاش أهمية إن هي تتكتب. كتابة المذكرات هي إن إحنا ما نقيدش نفسنا بأي حاجة، ما تقيدش نفسك مثلًا بطريقة معينة أنت المفروض تكتب بيها، أو بشكل معين أنت المفروض تكون عارفه علشان تكتب بيه، لأ، أنت اكتب بشكل حر، هتكتب بالعامية اكتب، هتكتب بالفصحى اكتب، هتكتب بشكل عشوائي تمام، هتكتب بشكل منظم ومرتب وهتعمل حاجة مثلًا قايمة للمشاكل وصفحة للمشاكل وصفحة للحاجات اللي فرحتني، صفحة مش عارف إيه، أنت بتنظم بالطريقة اللي أنت حاببها. مش مُجبر إنك تعمل أي حاجة، في ناس ممكن تكتب بعشوائية جدًا، يعني هتكتب حاجة من أول اليوم مع حاجة من آخر اليوم، في النهاية الورقة هترتب لك كل ده، لمّا أنت تلاقي كل الحاجات اللي حصلت معاك قدّامك، هتحس إن أنت خلاص ذهنك اتفرّغ، لو رجعت قريت الورقة دي مرّة تانية، هتحس إن الدنيا تمام، أنا دي المواقف اللي أنا مرّيت بيها تلقائيًا ذهنك هيرتبها ويفنّطها، لكن طبعًا ما فيش اختلاف على إن الشخص اللي هيكون حاطط طريقة منظمة لكتابة يومياته، حياته هتبقى منظمة بشكل أكبر، ليه؟ لإن هو مفنّط كل حاجة في اليوم بتاعه، مفنّط كل حاجة في اليوميات اللي هو هيكتبها، فبالتالي إيه، هو يومياته منظمة وأفكاره هتتنظم بشكل أكبر مع التنظيم اللي هو عامله، لكن في كلتا الحالتين هتكتب بعشوائية، هتكتب بنظام، ما فيش مشكلة، ما فيش تقييد معيّن أو حاجة معيّنة ممكن إيه، تتقيد بيها في إنك تكتب يومياتك. كمان وأنت بتكتب يومياتك ما تخافش إنك تغلط، ما تخافش تكتب إملا غلط أو تكتب حروف غلط، أو لازم إنك تكون كاتب كل كلمة صح وكل كلمة في مكانها، وكل الألفاظ والكلمات اللي هتختارها تكون مختارها بعناية جدًا، وتكون كأنك بتكتب عمل أدبي، لأ، أنت مش مقيد بكل ده، اكتب عادي، اغلط عادي براحتك، ما حدش هيشوف المذكرات دي غيرك، يومياتك ما حدش هيشوفها غيرك، أنت حبيت إنك تكتبها بشكل منظم أوي بقى واحافظ على استخدام علامات الترقيم، واحافظ على استخدام كلمات معيّنة، واحافظ على إن أنا ما اغلطش في الإملا، واحافظ إن أنا ما يكونش عندي أي أخطاء في اللغة ولا كل ده، دي حاجة ترجع لك، أنت شخص منظم للدرجة اللي تخلّيك مش عايز حتى مذكراتك اليومية تكتبها بعشوائية، لكن أنت مثلًا لو شخص عادي، فأنت مش مقيد إنك تكتب حاجة فيها نظام أوي، أنت بس مجرد بتعبّر عن أفكارك، أنا لمّا آجي أتكلم مع حد مش هاقعد أفكّر في الكلام اللي أنا هاقوله، أنا باتكلّم عن مشكلة عندي وباتكلّم عن حاجة مزعّلاني، أنا باحكي لك على طول، مش هافكّر بقى إيه اللي المفروض أقوله وإيه اللي مش المفروض أقوله، خاصةً لمّا بنكون بنتكلّم مع حد إحنا بنتعامل معاه على إنه نَفْسنا، اللي هو أنا هاتكلّم قدّامه براحتي، مش هاحس إن أنا مقيّدة أو إن أنا محتاجة أختار الكلمات اللي أنا هاقولها. فهي كذلك، أنا لمّا أتكلّم مش هاقعد أقيّد نَفْسي بقى بكلمات معيّنة أو كده، كذلك أنا لمّا أكتب يومياتي هاسيب الموضوع حُر، أنا مجرّد باكتب الأحداث اللي بتحصل معايا عشان أنظّم حياتي، عشان حياتي تكون أحسن وأفضل. وآخر حاجة لازم تكونوا عارفينها وأنتم بتكتبوا يومياتكم، إنكم لازم تكونوا صادقين مع نفسكم، يعني أنا ممكن لمّا أتكلم مع حد مثلًا من صحابي عشان مشكلة عندي أو أحكي له أحداث يومي، أخبّي عليه شوية حاجات،
هاخبّي موقف معيّن ما احكيلوش عليه، ليه؟ لإن أنا حاسس إن أنا محتاج خصوصية شوية، رغم إن أنا باحكي لك كل حاجة عني، لكن أنا محتاج يكون في حياتي خصوصية، مش عايزة أقول لك على الموقف ده. لكن في يومياتنا، فإيه الخصوصية اللي ممكن تكون عن نفسنا؟ أنا هاخبّي إيه عن نفسي؟ يعني إيه الحاجة اللي ممكن أكون أنا بيني وبين نفسي مش صادق فيها، أنا باكدب وباخبّي على نفسي، هاعمل إيه مع الناس اللي حواليّا؟ فأنا لازم أكون في كتابة اليوميات بتاعتي أكون شخص صادق، باكتب أي حاجة وأي كلام أنا عايزة أكتبه، لإن أصلًا في النهاية اليوميات دي حاجة سرية بتاعتي، ما حدش هيشوفها إلا طبعًا لو أنا ما عرفتش إن أنا أشيل اليوميات بتاعتي في مكان كويس، ما حدش هيقدر إن هو إيه، يفتحها أو كده. لكن غير كده فأنا يومياتي دي أسراري اللي ما حدش هيقرأها ولا يعرفها غيري، إلا لو أنا سمحت لحد بكده. فبالتالي أنا لازم أكون صادق مع نفسي، ما ينفعش أكدب على نفسي، ما ينفعش أخدعني، لإن أنا لمّا أخدعني أنا هاعمل إيه مع الناس اللي حواليّا؟ لإن أنا لمّا أكون مش صادق مع نفسي اللي هي أنا، هاكون صادق إزاي مع الناس اللي حواليّا؟ أو إزاي إن أنا هاقدر أتخطى مثلًا مشكلة إن أنا ما باعرفش أعبّر، ما باعرفش أتكلم، ما باعرفش أقول اللي أنا حاسّه، إزاي هاتخطى المشكلة دي وأنا أصلًا باكدب على نفسي علشان مش عارفة أعبّر في الكتابة، مش عارفة أعبّر مع الناس اللي حواليّا. فدي الحاجات الأساسية اللي إحنا لازم نراعيها أو تعرفوها علشان تقدروا إنكم تبدأوا فعلًا تكتبوا يومياتكم بشكل كويس. كمان في أنواع لليوميات أو المذكرات الشخصية. أول نوع معايا هو يوميات المشاعر، والنوع ده من اليوميات إحنا بس بنكتب فيه المشاعر اللي إحنا بنحسها، أنا مش باكتب فيه أي حاجة غير إحساسي. في نهاية كل يوم باكتب إيه المواقف اللي أنا مرّيت بيها، أنا حسيت بإيه. النهارده حسيت في موقف كذا إن أنا مبسوط، النهارده حسيت في موقف كذا إن أنا متضايق، باكتب مشاعري بس. النوع التاني هي يوميات الشكر. يعني أنا في نهاية اليوم باجي أكتب 3 حاجات أو 4 حاجات أو كام حاجة أنا ممتن فيهم، سواء لنفسي أو للناس. يعني ممكن أكتب إن أنا ممتن لفلان علشان عمل لي كذا، كذا، وأنا سعيد جدًا إن هو قدر إن هو يعمل لي كده، أو أنا ممتن لنفسي إنها قدرت تتخطى المشكلة اللي حصلت معانا النهارده. فابدأ إن أنا إيه، بس باعزّز جوّه نفسي جزء الامتنان ده. ومعانا نوع تالت هو يوميات الأهداف. من خلال اليوميات بتاعة الأهداف دي أنا باتابع كده إيه، أنا عايزة أعمل إيه في حياتي، إيه الخطط المستقبلية اللي أنا راسمها لنفسي، إيه الخطط اليومية اللي أنا راسمها لنفسي، إيه الحاجات اللي أنا عايز أوصل ليها. وبارجع كمان أكتب إيه الحاجات اللي أنا وصلت لها، يعني أنا كتبت الأهداف بتاعتي والخطط بتاعتي، هارجع كمان أكتب أنا وصلت لإيه، قدرت أحقق إيه من الخطط دي. بابقى حاطط لنفسي مدة أو مهلة أنا هاحط فيها الخطط دي، اللي هو أنا هانفذ الخطط دي من خلالها، وأرجع بقى أقول أنا فعلًا قدرت في المهلة اللي أنا حطيتها لنفسي أو في المدة اللي أنا حطيتها لنفسي إن أنا أحقق الإنجاز اللي أنا كنت عايزه والّا ما قدرتش. في أنواع كتير جدًا اللي ممكن تكتبوا فيهم كلّهم. يعني ممكن تقسّموا كده مثلًا تجيبوا دفتر أو حاجة أو حتى في الموبايل وتقسّموا مثلًا الجزء ده هاكتب فيه الخطط والإنجازات اللي أنا هاعملها، الجزء ده هاكتب فيه الحاجات اللي أنا ممتن ليها، الجزء ده هاكتب فيه الحاجات اللي أنا باحس بيها، الجزء ده هاكتب فيه المشاكل اللي أنا بامُر بيها، وأبدأ أنظّم الدفتر بتاعي يبقى كل جزء كده إيه منفصل. الحاجات اللي أنا وقعت فعلًا فيها وما قدرتش إن أنا أحققها وأبقى منظّم كده الدفتر بتاعي، أنا مثلًا عايزة أرجع لأي حاجة فيهم قبل مكانها فين. في ناس تانية بتكتب كلّه في بعض، يعني اللي هو إيه، أنا هارتّب يومي بشكل منظّم كده تحت بعض، بس مش هافصل الأحداث عن بعضها. باجي أكتب المذكرات بتاعتي، أنا أول سطر عندي باكتب فيه تاريخ اليوم، اليوم والتاريخ والسنة، وممكن كمان أكتب الوقت اللي أنا باكتب فيه المذكرات دي، والأحداث اللي أنا هاكتبها أكتب جنبها وقت كل حاجة حصلت إمتى. في ناس بتحب إن هي إيه، لمّا ترجع بعد فترة تقرأ المذكرات بتاعتها أو تراجعها، تبقى فاكرة كل التفاصيل، أنا حصل معايا يوم الخميس 26/9/2025 الساعة مثلًا 10:00 أو 10:01 حصل معايا موقف 1، 2، 3. أنا كاتب كل التفاصيل، ممكن لدرجة إن أنا أكتب المكان اللي كنت فيه والأشخاص اللي كانوا معايا والناس اللي كانت حواليّا، أبقى باكتب كل التفاصيل. ودي الخطوة دي بيستخدموها الناس اللي هم بيحبوا التفاصيل أوي، عندهم دقة في معرفة التفاصيل كلها من غير حتى ما ينسوا أي جملة، رغم إن يعني لدرجة إن هم ممكن يوصفوا الناس اللي كانوا موجودين معاهم كانوا لابسين إيه واللبس كان لونه إيه وكل التفاصيل دي. لكن في ناس تانية بتكتفي بإن هي تكتب اليوم والتاريخ والسنة وبس، ودي وقت اللي هو بيكتبوا فيه المذكرات بتاعتهم، وبعدين بيبدأوا إن هم يكتبوا الأحداث بتاعة اليوم، ما بيكتبوش إيه تفاصيل.
وممكن يختصروا الأحداث دي في إن هم يحكوا ملخص الموقف أو ملخص المشاعر اللي حسوها، ما يكتبوش تفاصيل المشاكل نفسها أو الأحداث نفسها. في ناس تانية بتكتب كل التفاصيل، يعني أنت مش مقيد بحاجة معينة، أنتوا اعملوا الحاجة اللي هتكون مريحة بالنسبة لكم. مريح بالنسبة لكم إنكم تكتبوا ملخص، تمام. مريح بالنسبة لكم إنكم تكتبوا التفاصيل كلها، فتمام، أنتوا تختاروا الحاجة اللي أنتوا حابينها أو مرتاحين ليها أكتر. طيب إيه هي خطوات التنفيذ اللي تساعدني إن أنا أبدأ في كتابة يومياتي؟ أول حاجة هي إن أنا أجيب كشكول. أفضل طريقة لكتابة اليوميات هي إن أنا أكتب في الورق، مش أكتب على الموبايل. الموبايل ممكن الحاجات تتمسح من عليه، ممكن يضيع، ممكن، لكن الورق أو الدفاتر هتفضل معايا، هافضل محتفظ بيها طول حياتي. فأنا أول حاجة لازم أجيب كشكول يبقى مخصص بس ليومياتي، وأخلّي مثلًا أول صفحة كاتب عليها كده بشكل لطيف أو بشكل كويس يومياتي أو مذكراتي الشخصية، مميز الدفتر ده. تاني حاجة إن أنا لازم أخصص أقل حاجة 10 دقايق قبل نهاية يومي أو قبل ما أنام، أكتب فيهم أي حاجة بسيطة عن أحداث يومي لو أنا مش عايزة أكتب تفاصيل. كمان لازم كده أبقى عامل نظام في الدفتر بتاعي أو في يومياتي، هي إن أنا لازم أكتب التاريخ واليوم في بداية الصفحة. مثلًا أسيب بين كل صفحة وبين كل يوم واليوم اللي بعده صفحة كده فاضية، لو حبيت إن أنا افتكرت حاجة كانت حصلت في اليوم ده وأنا ما كتبتهاش أكتبها، أو تكون عاملة كده أكتب فيها حاجة بشكل زخرفي كده تميز اليوم بتاعي، أو يعني تحسسني بطاقة إيجابية لمّا أفتح اليوميات بتاعتي. أنا باعمل كده إيه نظام أو رسمة في النهاية تخلّيني أحس إن دي مش مجرد مذكراتي، ده العالم بتاعي الخاص بيّا اللي أنا باعيش جواه لمّا في نهاية كل يوم. لازم ألزم نفسي إن أنا أكتب حتى لو سطرين أو 3 في اليوم بتاعي كملخص عن اليوم كله، أو أكتب ملخص كده في 3 سطور عن المشاعر اللي أنا عِشتها في اليوم كله، أو جملة من إحساسي عن اليوم ده. كمان أعمل كل أسبوع مراجعة لليوميات بتاعتي خلال الأسبوع. لمّا أعمل المراجعة دي أنا هاشوف إيه الحاجات اللي اتكررت معايا في ال7 أيام بتوع الأسبوع، إيه الحاجات اللي كانت مش حابب إن أنا أكررها تاني في حياتي، هتخلّيني أقدر أفهم نفسي. يعني أنا لو ما فهمتش أو ما نظمتش حياتي في أول مرّة كتبت فيها، يعني أنا كتبت اليوميات مش فاهم أنا إيه اللي هانظّمه في حياتي، أنا مش عارف إيه يعني ما غيّرتش أي حاجة، مجرد إن أنا قاعد باكتب وخلاص. لأ، أنت لو ما عرفتش تنظّم حياتك بعد ما تكتب كل يوم، فأنت في نهاية الأسبوع هات ال7 أيام اللي أنت كتبت فيهم مذكراتك أو يومياتك واقرأهم، شوف إيه المشترك بينهم، إيه الحاجات اللي كانت مشتركة ضايقتك، وإيه الحاجات اللي كانت مش مشتركة فرّحتك، إيه الحاجات اللي أنت مش عايز تكررها تاني في حياتك. راجع نفسك وشوف إيه اللي أنت كنت غلطان فيه وإيه اللي أنت مش ما كنتش غلطان فيه. ممكن أنت كتبت يومياتك في نفس اليوم، فالأحداث اللي حصلت معاك فأنت لسه مش شايف نفسك غلطان في موقف معين، أو مش شايف إن أنت ليك حق في موقف معين. فأنا لمّا آجي بعد أسبوع أكيد أنا هاكون هديت أصلًا ونسيت الموقف وعدّى وخلاص وانتهى، لكن لمّا آجي أراجع كده اليوميات ممكن أكتشف حاجة أنا ما كنتش مكتشفها. فده اللي بيساعدنا إن إحنا إيه، نطوّر ونكتشف نفسنا من خلال اليوميات، إن إحنا نرجع لها ونراجعها كل فترة.